السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل شامبو السجاد. شامبو تحفة، يعني حاجة كده هو تخلي لك الغسيل السجاد ينور. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت لو عجبك تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس ويوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. هي المكونات بسيطة ان شاء الله، موجودة في كل بيت. هي هنا حطينا صابون مبشور، صابون بلدي اللي كنت عاملاه معاكم مبشور، وفي منه صابون الاصفر ده برضو كنت عاملاه عملنا المسحوق البودر. كنا عاملين صابون اصفر وصابون الوان كدهوت زي البودر. المسحوق البودر ما بيكون فيه الوان مختلفة. الاول كنا حطينا منه بشرنا صابونة كدهوت. اي نوع صابون بقى عندك، صلايت اي نوع صابون يعني اي نوع صابون بلدي هتحطيه عندك، هتسيحيه كده على النار او هتحطي له ميه سخنه وتقلبيه كويس لغايه لما الصابون كله يفك ويسيح. حطينا معاه ايه بقى؟ حطينا معاه كوبايه من الصابون السائل. صابون السائل العادي الرخيص ده، يعني الكيسه ب5 جنيه. الصابون العادي هتجيبي كوبايه وهتحطيها. هي كوبايه حلوه قوي، عايزه تزودي ده حاجه براحتك، بس انا حطيت كوبايه وكانت جميله قوي. طبعا هتقلبي، ومش هنحطه اي حاجه، لا كربونات ولا ملح ليمون ولا اي حاجه، لان الصابون كان فيه كل حاجه. الصابون كنا عاملينه بشكل حلو خالص، فكان فيه كل حاجه. حطينا كمان كوبايه من الكلوركس الالوان. كلور الالوان طبعا كلوركس مقاطعه، انا عارفه. هنحط اللي هو الكلور ده بتاع الالوان، بس بتاع الالوان برضو حاجة حلوة، ينضف لك ويزهزه لك الألوان بتاعة السجادة عندك. ده كده هتقلبي، أهم حاجة تقلبي كويس. كل حاجة هتحطيها هتقلبيها كويس. الخلطة دي حلوة وسهلة جدا، مكوناتها بسيطة خالص، يعني هو فاضل مكون واحد بس. مكوناتها بسيطة خالص، وهتعمليها تغسلي بيها السجاد، تعمليها يعني أول بأول، ما تعمليش وتركني. دي بقى كوبايه من منعم الاقمشه، او يعني عشان الريحه، احنا حاطينها اساسا عشان خاطر الريحه. وبعدين حلوه برضو بتفرفط لك كده هوت الوبره بتاعت السجاد، بتخليهولك مفكوك عن بعض، مش ماسك في بعضه ولا حاجه، وبتخليه حلو وتدي ريحه حلوه. كده هتحطي على السجاده بتاعتك، هتبليها طبعا، وبعدين تفرجي عليها الخلطه اللي انت عاملاها دي كده هوت دقايق، واغسلي السجاده وشوفي احلى نظافه. طبعا مفيش داعي ان انا اعملها قدامكم، هي المكونات بتاعتها باينه وبتتكلم عن نفسها. بصي حطيها بقى في ازازه واعمليها، او في اي حاجه واشتغلي بيها، حاجه جميله خالص. وقولي لي في التعليقات عجبتك ولا لا. جربيها ومش هتندمي، يعني مش هتأثر معاكي في اي حاجه. كده خلص الفيديو بتاعنا. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.